برياني الدجاج أخذت عليه الجائزة الأولى وأنا عايشة بدبي. والله بدي أفرجيكم كيف بعمله. أول إشي أهم شيء يكون عندكم البصل محمر مجهزينه قبلها بيوم عشان ما تتغلبوا بس تيجي تعملوا. حطوا بالطنجرة زنجبيل وتومة وفلفل بحرة وفلفل قرون وبهارات حب. نزلوا الدجاج، قلبوا تقلبتين ثلاثة شوي مع شوية زيت مع معلقة سمنة بس يتغير لون الدجاج. طبعا أنا حطيت هون عليه بهارات البرياني وحطيت عليه كمون وكزبرة وكركم عشان يعطي طعم رهيب جدا. ضلك قلبي بدجاج. أنا عندي ورق كمان كاري وحطيت من كمان من الأعشاب. هون نزلوا البصل بعد ما يتغير لون الدجاج، نزلوا البصل العادي والبصل المحمر شوي كمان ورجعوا قلبوهم قلبتين ثلاثة. نزلوا معلقتين ثلاثة لبن مع شوية بندورة كمان طازة. بعدين أنا بحط كمان معلقتين معجون بتلاقوه بالسوق كمان متوفر. آخر شيء بعد ما يستوي الدجاج بتنزل البطاطا عشان المية تشرب الصوص اللي نزل من الدجاج. طبعا للسلق الرز كتير زاكي حطيت من الأعشاب وحطيت شوية ملح وحطيت شوية زيت وبهارات حب. خليتهم 7 دقايق بعدين نزلتهم على المصفاية. بعدين حطيت لون الزعفران، حطيت اللون الأحمر واللون الأصفر. وهون عملت طبقات من الرز. حطيت شوية زيت بالطنجرة، بعدين حطيت رز، بعدين حطيت الصلصة اللي انتم شايفينها او الخلطة اللي انا عملتها، بعدين رجعت حطيت كمان رز. بصير عندك رز ملون. على الوجه بتحطوا نعناع وبتحطوا زبدة وبتحطوا كمان ماء ورد وزعفران، بتكونوا ناقعين وقبلها بيوم بتقلبوها. بتطلع مش أكلة، بتطلع رهيبة.